الله يرحمه. وبعدين كان بلدنا طبعا الطريق وعر ومسافة بعيدة، لما كان حد يمرض ويشتوا يسعفوا له في والده البيت الذي في المستوصف. ايوه يعني كان احيانا تموت في الطريق المرأة ايوه، او الطفل او شيء، ايوه الحالات الطارئة كان مصمم انه يفعله مستوصف. طبعا البيت هو ملك لنا كلنا، لها ولي وله والعبد الرحمن. نعم. المهم جلس يقول لي خلينا نسوي، وهذا وقف لي وليش ولامي من اجل ننقذ الناس وانا اعمر ليش بيت احسن منه. المهم جلس فتره وخلى اخي محمد يقنعني، المهم اقتنعنا قلنا تمام نفعل، وتاهو مجلس احنا عاد احنا ساكنين بالبيت. جاب الايرلنديين وقسم نص البيت وادلهم وقال يعمر لنا بيت على ما نحب. أستاذة كريمة، أنت عشتي معه وأكيد هناك كثير من المواقف التي أنت عشتيها بنفسك، نشتي تشاركينا في الحديث. أولا أهلا وسهلا بكم. أنا أرى أنه دموعك وبارك الله فيكم، كثر الله من أمثالكم ومن أمثال الشباب اليمني كله. الله يحفظك. إبراهيم الحمدي كان يستاهل الحب الذي وصل له والذي حصل عليه من خلالكم، لأنه لمستوا ما كان داخله ولمس ما كان داخلكم. الله المستعان. إبراهيم هو كان أب وأخ وأب وأستاذ، وكل الصفات كانت في شخص، يعني نادر ما يجتمع كل شيء في شخص واحد. أبي طبعا متوفي وأنا صغيرة، وأمي توفت نفس الشيء وأنا تقريبا في 11 سنة. عشت أنا وأخي عبد الرحمن عند إبراهيم الله يرحمه. كان كل شيء بالنسبة لنا. طبعا كانت حياته بسيطة جدا، كان يدعم فينا التواضع، البساطة، الدراسة، القناعة. يعني رغم أن احنا كنا أطفال بس كان هذا الشيء يضغطه أو يزرع فينا بكل الحدود. فصعب انه الوصف عن ابراهيم في كلمات بسيطه، انما هو كان كل شيء. تذكري يعني موقف، تذكري موقف معين؟ هي مواقف. انا لعلمك ما شعرت بموت ابي ولا موت امي، انا شعرت بموت الجميع في موت ابراهيم، لانه هو كان يدعم. كلنا شعرنا بهذا. هو كان يقول انت ما بزوجش، انت شاعلمش واخليش الطبيبه الخاصه حقي، تكوني الدكتوره الخاصه. يعني لما فيني هذا الجانب لدرجه انه لما كان يروح وقدم كلهم نايمين وانا موجوده، يدخل لعندي كان غرفتي قدام غرفته، يدعم فيني ويشجع لي يعني يحاول بكل الطرق، يقول لي انت ما عاد تكوني الا الطبيبه الخاصه، ويسالني في حاجه ياكلها انزل اشوف اي حاجه باقيه في الثلاجه، لا طباخين ولا محمر ومشمر مثل ما بيقولوا المصريين، ولا شيء بسيط وحياه بسيطه ورضاء بكل شيء. فالحمد لله يعني هو كان انسان بسيط. حتى لما كنت اروح المدرسه يزرع فيني ان انا لازم البس الزي المدرسي، وحق المرشدات لازم اشارك في المرشدات. وصلتي الطب بعدها ولا لا؟ لا والله ما وصلت، مجرد ما قلت حولت من علمي لادبي. وبعدين درست ثانويه وسافرت، تزوجت وسافرت المانيا ودرست الادب الالماني. خريجة ادب الماني من جامعه صنعاء. ما شاء الله. يعني خلفت في المانيا وجلست انا واولادي ورجعت اليمن، تخرجت في 2004 من الادب جامعه صنعاء ادب الماني. ما شاء الله. لانه قلت احلامنا كلها راحت، يعني هو كان يدعم فينا هذا الشيء ويحببه. نعم رحمه الله. الله يرحمه. طيب أستاذ محمد، في قصة قبل القصة بس، الرئيس حفظ القرآن وأكمل حفظ القرآن. إبراهيم يعني ولد في قعطبة، وطلع من قعطبة وعمره 1.5 سنة. نعم. وبعدها يعني بعد قعطبة صرنا آنس، جلسنا في آنس 7 سنين ودرس في آنس الكتاب، في الكتاب. أين ختم القرآن؟ ختم القرآن بعدها في الطويلة، وقد بي حاكم في الطويلة. نعم. وعملنا له يعني زف كبير، ودفعلنا اللوح والبشاقر عليه، وركبنا فوق البغلة، ويعني نعم. وقع يوم مشهود. نعم. ختمه في 7 سنين أو 8 سنين. نعم عندنا. تذكري؟ لا ما اذكرش، بس لما ختمه كان عمره 7 أو 8 سنين لما ختم القرآن. لا قدوا 10. 10 سنين. ما شاء الله. ختمه 10 سنين في الطويلة، وعملنا لها ما كنتش معنا في الطويلة. ما كناش، كنا في عند. لا فعلنا له موقف كبير. كنت عمري 10 أو 9 سنين وشوية. يعني الرئيس إبراهيم الحمدي كان حافظا للقرآن الكريم. كان حافظا للقرآن الكريم. ولما استجاب يعني قراءة في المصحف وتجويد. أيوة. هذا لما عملنا لها. نعم. لا أنا أريد. لكن غيب القرآن تغيبوه في السجن. وهو في السجن. وهو في السجن في مصر.
يوم استجن مع النعمان والفريق ايوه نعم. هو تغيب القرآن. انا اريد بس المشاهد ان يعرف ان الرئيس ابراهيم الحمدي كان حافظا للقرآن الكريم. كان حافظ للقرآن. نعم. طيب القصة اللي كنتم تذكروها يعني من هذا القصص قصة تختزل الكل. كل اللي عاشروا إبراهيم كانوا يعرفون أن إبراهيم كان مهتم بالتشجير للبلد، وكان يريد أن اليمن ترجع اليمن الخضراء، وكان يعمل التشجير في موسم التشجير يعني في اليمن كلها. نعم. مع التعاونية. نعم. وهذا معروف، يعني اللي عاشروه يعرفوا هذا، وأنتم قد سمعتوا عنه. هذا بعض آثار التشجير موجود إلى الآن. ففي فترة هم بيشجروا، نزل تعز يشرف على تسيير تعز، وكان يجلس في الكامب اللي كان حق الأمريكان، هذا الكامب. فخرج حوالي الساعة 6 صباحا يبصر هم بيسقوا التشجير، وهل هم يعني بيشتغلوا أو ماشي. وصل الشارع، وما كان بالشوارع خيالات في تعز، فجلس عند الشجرة. جلس عند الشجرة، وبه امرأة عجوز خارجين من بيتها قدامه بعصا عكازتها بتخطأ، خطيت من جنبه، يقول لها يا حجة هيدا تسيري؟ قالت يا بني سردي لي هذيك الايام الماء كان عدو في برامي. نعم. بيجرهن حمار. نعم. ما قد بش يعني هؤلاء الوايتات. قال بكم بتجري المسمك؟ قالت ما داري بريالين او بريال وكم، هذا الريال كان. نعم. عدو ريال يعني او اسمها، المهم ما عاد اذكرش يعني. مش مشكلة. قالها بس هذه قيمته، سيري دي الماء وجاي لعندي. سارت من وهو الكم شق مشروع كندي. تعرفوا مشروع كندي اللي عملوا فيها الماء هذا، ومعاهم بزابيز يعني يفتحوها ولا يجوا يعبوا، اللي هم معاهم العربيات يعبوا ويبيعوا للبيوت. سارت جرت عربية وردت تصل البيت، وهو جالس تحت الشجرة هذا جالس. شلت الماء ورجعت لها عنده، قالت يا ابني ما تشتي مني، قصدها انه يشتي منها صبوحه او يشتي منها حاجه. نعم نعم نعم. قال لها قال ان انت بيت الشق مشروع كندي، ليش ما مديتي الاسماء؟ قالت يا ابني قلت لي سنتين بنراجعهم ما رضيش يمدوا لي ماء. قال لي الماء، قالت ما نشتري، ما رضيوش، ربما قالوا ما يشكوش الرصطه، ربما ما نشتري، ما رضيش يمسمه. قال هيا اسمعي، خرج ورقه وقلم وكتب لها ورقه وعطفها، قال لها شوفي مدير المشروع المياه وصاحبي، قال له هذا الورقه يمكن ينفعش، مصدقه مكذبه. نعم نعم. دخلت الماء حقها وجلست الساعة 9 ونص وصلت لها للمشروع. قلهم يعرفوها من كثرة ترددها. هي ما جيت تسوي؟ قالت معي ورقة من صاحب المدير، الشيء دخلها للمدير. قالوا منو صاحبه؟ قالت والله ما داري ورقة. قال دخلها له أمانة. دخلوا هذا عند المدير. نعم. مجرد ما بسل الورقة قع انتفض. ابتز من فوق الكرسي. ما هو هذا، من الدارش هذا؟ كيف لما وصلت إلى عنده؟ من؟ قالت لسه عليك من هو هذا الذي هذا واحد لقيته عند الشجرة تالي هذا الورقة. قال يلا بس لوحين وبيت الشلاء، قالوا دايرين بها والكل. الله أكبر. عنجوا المسمه لا شق وسطه فعلوا كذا، ما جاء وقت الظهر الا والما عندها الله في بيتها. طيب هذه القصة رواها لي أحمد ردمة اللي هي خالة أخت أمه. يا سلام. وفين رواها لي؟ في الحرم، وإحنا وين في الحرم يعني في مكان. كيف؟ قال أنا وصلت أزور خالتي ودخلت البيت وجدت صورة إبراهيم ملأن الباب حقها، ملأن البيت حقها، وصورة ابنها علي اللي بينفق عليها. نعم. صغير الساعمات إياها ومختلف في أمريكا. بنقول لها يا خالة كيف أنت تفعلي صورة حق هذا الحمدي؟ هذا قد إبراهيم قد استشهد. قد بعد ما استشهد. بعد بزمان. وهذا ابنش علي يعني ما تسوي له صورة كبيرة هكذا. قالت يا ابني لو مات علي وجلس هذا ما كنت شغلها مثل ما قيلت. الله. سبحان الله. سبحان الله. ما سوى ليش. تسمع القصة هذا انه فعل وترك. وقالت كان جالس تحت الشجرة وحده لا مع لا عسكري ولا مع احد. هذه يعني تختزل شخصية يعني الرجل، شخصية هذا الرجل الإنسان، هذا الرجل الرائع. وهي قصص كثير من هذا، وعندنا قصص كثير منها، لكن نعم. نمل عليكم في
ذات مرة نزل الحديدي وهو رئيس طبعا، وكان ينزل في دار بوني. كان ينزل في دار بوني. فقبل الفجر صحي وتوضأ وقال يصلي الفجر في الطريق. خرج وخبرته الراقدي نايمي، جرح قال فلوكس واقن وخطي وحده. نعم. طبعا قال للبوابة، قال لا تظهرش خبرتي ولا تقول لهم إلا عندما يفهموا من نفوسهم يلحقوني، أنا طالع يسرع. فمشي وصل له قفاه باجل، وقد النعاس بيجي له يشتي الرفيق يعني يكون معه. اصلا هذا ليس رجل عادي، هذا رئيس دولة. رئيس دولة يمشي لحاله على السيارة، يعني هذا اللي حاصل، شيء نادر. نعم. هذا اللي حاصل. هذه كان يديها لنا لما يضحكنا. نعم. لكن انا ما استرش اضحككم مثل ما يضحكوا. هو كان لطيف في محضره. لما يدي الكلام حقه يخلي الناس يضحكوا قوي. نعم. كان يعني كملوا يعني ممتاز فيه. والنبي واحد فعل بيده هكذا خارج باجل، وقف له قال له اطلع، واضح بيتخيل انه تاكسي الراكب. نعم. ركب معه وخطيه. بعد شويه هو يتحاكى مع اللي يبعد عنه، بيقول له من الأخ؟ من أنت؟ قال أنا يعني هو من خبأ. قال أنا من خبأ يعني مسلم. نعم. وما عملك؟ قال أنا عسكري. قال له فين أنت عسكري؟ قال تحاحو أتخطاس على الناس ولا نزلتني؟ يعني ماشي يكشف أسرار، ماشي يكشف سر. أيوة. اسكت منه وخطيه، ورجع يقول له عاد معك أب، عاد معك أم. قال له أيوة أبوه وأمه مثل ما جابر في الجابر عاده. لما يدخل له في باب العسكرة ويقول له تعال ما لك دخل. وماشي. المهم على هذا الكلام لما وصلوا اسم مناخة، وصلوا مناخة، النقطة حق مناخة كلكم تعرفوها. أيوة. كان بقدامهم 4 أو 5 سيارات، يعني المرورة ولا النقطة يكشفوا عليها ويحطهم على واحد واحد، وهو خطي كفى مسمه واحدة من السيارات، كفى الأخير. أيوة. طبعا هو الأخ بيمشوا المسمو وهو جالس شكه. خبرته لحقوه، خبرة إبراهيم المرافقين الحراسة المرافقين. نعم. لما شافوه عند النقطة هذه نزلوا من فوق حقهم الطبو وطبقوا على الناس أو على السيارات. وصاحبنا اتفرج كذيه رجع يبصر إبراهيم. اعتقد في باله ان إبراهيم ان هذا السواق اللي معه عمل شغله وانه وش يلبسه في قضيه شقه. ايوه. ما بسر محوشين عسكر ولا وسلاح فتح السياره قال له ايش قد عملت من عمله يا ودم مفتضحه؟ وفتح السياره. وفتح السياره وهرب. هرب لا قفل الناس اللي قدهم محوشين. ايوه. فلما وصل له قفل محوشين سمعهم بيقولوا الرئيس رجع يدور وين الرئيس. لا اله الا الله. لا سبحان الله. وانهم مسلطين على تلك السياره. وين انا قلت بعدها بانت القضيه ان هذا هو الرئيس. وابراهيم بعد ما خبره ولاه وهو بيضحك. ايوه. قال ردوا لي هذاك. حاول دخلوا السياره.